عرض سماك داون ده كان من العروض اللي تخليك تتسحل في التفكير وتقعد تقول في نفسك هو هيحصل ايه بعد كده؟ وقصدهم ايه بالكلام اللي اتقال ده؟ من غير كلام كتير في المقدمه خلينا ندخل في الموضوع على طول. وقبل ما نبدا ما تنساش اللايك واشترك في القناه وفعل الجرس على كلمه اولى والكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. بشكل غير متوقع بنلاقي كودي رودز بيفتتح العرض، وعاوز انبهك بحاجه مهمه قبل ما نكمل، وهي ان جون سينا هيكون اخر ظهور ليه في العروض الاسبوعيه في عرض الرو اللي جاي، وبعد كده مش هيظهر لحد راسل مانيا. المهم كودي رودز دخل وقال للجمهور عاوزين تتكلموا عن ايه؟ فالجمهور قعد يشتم في جون سينا. راح كودي بعد نص ساعه من هتاف الجمهور قال لهم في راسل مانيا 41 انا هواجه جون سينا، هواجه جون سينا اللي عاوز يكسر الرقم القياسي ويكسب البطوله رقم 17، والكلام ده عن راسل مانيا 41. لكن بعد كام ليله انا هواجه جون سينا في نفس المدينه دي ونفس القاعه دي. راح داخل مقاطعه راندي اورتن. طبعا الكلام اللي قاله كودي ده كان على مدار نص ساعه حرفيا بين هتاف الجمهور وبين سكوته، فراندي اورتن دخل بعد لما كودي قال الكلمتين دول، ودخول راندي اورتن كان برضه بشكل غير متوقع. ولما طلع الحلبه كودي كان متاثر جدا كانه كان بيفتكر الذكريات واللي كان. ولو ما تعرفش هقول لك ان الاثنين دول بينهم تاريخ طويل جدا، وراندي اورتن كان من الشخصيات المؤثره في بدايه مسيره كودي رودز. كل الكلام ده هتعرفه في فيديو ليجاسي، ادخل على القناه واعرف قصه الفريق ده. المهم راندي اورتن اتكلم وقال لكودي بص لحالك، بص على الشخص اللي بقيت عليه دلوقتي وبص على اللي كان عليه قبل كده. انا فاكر كودي رودز اللي كان في بدايه العشرينات ولسه جديد في المجال، وفاكر قد ايه انت بذلت مجهود كبير يمكن اكتر من اي حد تاني، وانت ما كنتش سعيد، انت اتعاملت معامله مش حلوه، لكن كنت راجل ذكي كفايه وعاوز تكبر وما عرفتش تكبر في غرفه الملابس في الدبليو دبليو اي. في الحقيقه ما حدش عاملك بعدل هناك، عشان كده انت مشيت. الموضوع كان عاوز شجاعه عشان يحصل اللي حصل ده، وانت عملت كده. انت غيرت المجال لوحدك والكل يشهد اني بقدر اللي انت عملته، ولكن انت رجعت وانا كنت عارف انك هترجع، ودلوقتي المجال كله اتغير للابد من اليوم اللي انت رجعت فيه للدبليو دبليو اي. انا ما اعرفش انت كنت متوقع ايه في البدايه، لكن انا ادركت انك نفس الشخص، انت بس عملت اللي قلت انك هتعمله وفعلا كبرت. فاكرين لما الراجل ده لعب سيس رولينز في ناسيل؟ الموضوع كان مثير للاهتمام ومستحيل. انت بدات المباراه دي وانت عندك تمزق في عضله صدرك، وخلصت المباراه دي بالمضاعفات، وجسمك كان لونه بنفسجي وحاجه ما شفتهاش في اي جسم بشري، واستحملت الالم، وبرغم كل ده قاومت عشان نفسك وعشان كل الناس دي وعشان عيلتك، وكسبت الماتش ده. وبعد كده دخلت في طريق راسل مانيا وغلبت رومان رينز في الحدث الرئيسي ونهيت قصتك. لكن دايما في قصه تانية، مش كده؟ وانت بداتها فعلا، لانك المتحكم في مسيرتك الاسطوريه دي، وده اللي مخليني قاعد على جنب وعمال اتفرج عليك وانت بتتحكم في كل حاجه، المجال والجمهور والمبيعات، كل ده بنسبه 99% داير بسببك يا كودي. واللي اقصد اقوله هو اني بحترمك وبحبك وفخور جدا جدا بيك. لكن الوقت جه راسل مانيا، وانا اقدر اضمن لك اني هرزع دماغ كيفن اوينز للدرجه اللي تخلعها من جسمه، ومش قادر استنى لحد لما اعمل ده. وانا عارف انك هتدخل راسل مانيا بطل وهتخرج منها بطل، ولكن مش قبل لما تهين كرامه جون سينا، ولكن بعد لما كل ده ينتهي. فيا كودي زي ما جون سينا عاوز يحقق اللقب رقم 17، فلما يجي الوقت انا كمان هحقق البطوله رقم 15. ولكن انا مش هغدر بيك زي بعض الناس الجبانه، انا هاجي ابص في وشك لاني بحترمك وبحبك وفخور بيك، وبتعامل معاك بالمساواه، مش على اني اعلى منك بالرغم من اللي عملته في المجال ده. فانا هبص لك في عينك وهقول لك اني جاي لك عشان ده بس. حلو قوي لحد كده، انا مش محتاج من الفقره دي غير الكلام ده، فانا هكتفي بهذا القدر وهكلمك عن الجزء ده، وفيما بعد هكلمك عن درو ماكنتاير في فيديو لوحده، لان ده لوحده قصته قصه وحواره حوار وعاوز شرح طويل. ولكن بالنسبه لكودي رودز، الكل ملاحظ مدى تدني مستوى كودي رودز في العداوه دي، وانه للاسف مش عارف يلفت انتباه جون سينا، ولا عارف يشده او يستفزه عشان يتفاعل معاه في العداوه ويديله اهتمام ويرد عليه زي ما المفروض يحصل. مع العلم ان اخر ظهور لجون سينا زي ما قلت لك هيكون في عرض الرول اللي جاي، وبعد كده مش هنشوف وشه لحد راس المنيا. فلو تلاحظ من الكلام اللي بيتقال هتلاقي ان راندي اورتن طالع يفخم في كودي رودز في البرومو ده جدا، وقال ان هو فخور بيه وبيحترمه، وقالوا انت سبب في الطفره الكبيره اللي حصلت في المجال، ولولاك كان في حاجات كتير جدا ما كانتش هتحصل. وبعد كده اعلن انه هيتحدى كودي رودز بعد راس المنيا لو فضل هو البطل، وانه بشكل عام عاوز يحقق البطوله رقم 15 زي ما سينا عاوز يكون البطل للمره 17. وراندي اورتن المره دي ظهر على انه بيبي فيس جدا، وقال ان هو مش هيغدر بكودي ولا هيغفله، بالعكس هو هيتحداه بكل شرف. من الكلام ده هتتاكد من حته ان فعلا محدش مهتم بكودي في العداوه دي، وانه فعلا مستواه متدني جدا ومش عارف يشد انتباه الجمهور ولا سينا. هتلاحظ ده من قدر الكلام اللي كودي قاله قبل ما راندي اورتن يطلع الحلبه. كودي ما اتكلمش غير سطرين، كل الكلام اللي قاله يتقال في اقل من دقيقه. نفس الكلام في عرض الرو، كلامه كان كله تكرار،
اي مصارع مبتدئ ممكن يقوله، اي مصارع اتحط في نفس موقف كودي هيرد بنفس الكلام ده. دي مش بروموهات بطل اتحاد ووجه الشركه، على الاقل انت معاك كل المقومات اللي تسمح لك انك تعمل برومو جامد. بطل اتحاد هتلاعب جون سينا اللي بقاله 20 سنه مش بيتحول هيل، وتحول هيل على حظك انت، فانت ما سالتوش هو عمل كده ليه، ما خدتش منه رد فعل، ونفس الكلام اللي بقوله بقالي اسابيع. والنهارده في سماك داون اثبتوا لنا ان الكلام اللي بقوله صح. كودي رودز مستواه قليل جدا في العداوه دي، ما يليقش بمستوى عداوه فيها جون سينا متحول للشخصيه الهيل. عشان كده في سماك داون ده جابوا راندي اورتن في البدايه عشان يفخم في كودي رودز، وعشان يكسروا الملل ومحدش يقول لك ده راندي اورتن مالوش علاقه بالموضوع، راحوا كاشفين خطط العداوات الجايه نوعا ما، وقالوا لك ان راندي اورتن عاوز البطوله رقم 15 زي ما سينا عاوز البطوله رقم 17. فخلينا نعترف ان كودي رودز مش عارف يأدي ولا يتكلم على المايك، وبقاله فتره على الحوار ده، ولحد لما راندي اورتن هو ما قالش حاجه جديده وما قالش حاجه جامده، بالعكس ده راندي اورتن لما دخل هو اللي شال برومو مكانه، وسينا خلاص مش هيظهر بعد العرض الجاي. فمن هنا لحد راس المنيا هيكون في طريقتين عشان يحمسوا الناس للعداوه اللي دايره بين سينا وكودي في عز غياب سينا ماديا وغياب كودي معنويا. الطريقه الاولى هي ان كل عرض من هنا لحد راس المنيا يطلع حد مع كودي رودز يخلي الناس تتحمس وتقبل ظهور كودي بالمستوى الخريان ده، ويشيلوا البروموهات معاه زي ما راندي اورتن عمل كده وقالوا ان هو جاي للبطوله، وزي ما سين بانك عمل كده من فتره برضه وطلع ولع الدنيا معاه قبل الرامبل زي ما عمل السنه اللي فاتت، فهو عمل كده السنه دي، وزي ما درو ماكنتاير بيدخل ينكشه، وزي ما ناس كتير بتطلع تقاطعه. كل ده هيكون بزياده الفتره الجايه في سبيل ان الناس تتحمس ويسالوا هل كودي رودز هيحتفظ بالبطوله والناس دي هتستناه وهيلعبوه، ولا سينا هو اللي هيكسب وكل اللي طلعوا دول او اللي هيطلعوا دول احتمال يدونا مباريات احلام مع سينا قبل ما يعتزل. وعاوز اقول لك ان راندي اورتن بالتحديد كون ان هو يكلم كودي رودز بدري قوي كده في حوار البطوله وانه عاوز يحقق اللقب رقم 15، فده بيلعب بمشاعر وامنيات الجمهور جامد قوي، اللي هو سواء هيلاعب كودي او هيلاعب سينا في الحالتين مباريات احلام. وكان في اشاعه اصلا بتقول لك ان راندي اورتن هيلاعب سينا في عرض باكلاش الجاي اللي هيتعمل في سان لويس في مدينه راندي اورتن، واحتمال كبير يكون ماتش على البطوله. فبالشكل ده الاتحاد بيحمس الجمهور للعداوه واللي هيحصل بعدها عن طريق دخول مصارعين تانيين في البروموهات يرموا لنا تلميحات لحاجات ممكن تحصل بعد راس المنيا بدل الملل اللي كودي رودز بيقدمه. ده بالنسبه للطريقه الاولى اللي هيستخدموها عشان يحمسوا الجمهور. اما بالنسبه للطريقه الثانيه فهي مرتبطه بالقصه بتاعت سين بانك وسيس رولينز ورومان رينز، وهشرح لك كل حاجه بعد لما نحكي اللي حصل ونتكلم عن التفاصيل اللي اتقالت بالظبط. في المين ايفنت العرض سماك داون حصلت فقره توقيع العقد، ودخل رومان رينز وتفاعل حبه مع الجمهور، وبعد كده قال ان هو هنا عشان حاجتين، الحاجه الاولى عشان الجمهور يعترف بيه وده خلاص تم، والحاجه الثانيه عشان يمضي العقد ده وماضي العقد. ولسه هيكمل كلام راح مقاطعه سيس رولينز اللي دخل وتفاعل مع الجمهور حبه، وبعد كده قال رومان انا مش عارف انت ليه مستعجل وعايز تمشي، المبنى ده بتاعنا، احنا صنعنا التاريخ هنا. من 12 سنه احنا نزلنا على سطح المبنى ده بطياره هليكوبتر، ونزلنا على السلالم دي وهبدنا اندرتيكر على ترابيزه التعليق اللي هناك دي، وكنا مستعدين اننا نخلي الشركه دي برؤيتنا احنا. ما تفهمنيش غلط، الكلام ده حصل من 12 سنه، وبعد كده لعبنا ضد بعض ومع بعض وكان بينا كراهيه، ولكن لندن اقدر اقول اننا تمينا المهمه بتاعتنا. فرومان رينز بان على وشه بدايه اريافه كده زي العيال الصغيره، والجمهور قعد يهتف لسين بانك. راح رومان رينز مقاطع رولينز وقال له احنا؟ انت عمال تقول احنا ومهمتنا؟ احنا انتهينا، كل اللي بينا مات من بدري قوي، واللي فاضل انا وبس. انت كنت هنا لكن انا اللي حققت كل حاجه، انا اللي عملت المكان ده قيمه وخليته زي ما هو كده دلوقتي، انا خدتنا المستوى اللي احنا عليه النهارده، انا خليت المكان ده احسن من الاول، انا اللي خليت العروض تتذاع على نتفليكس، قول لي بقى انت عملت ايه؟ راح رولينز زعله وقال له هقول لك انا عملت ايه، انت وعقليتك دي هي اللي بتخليني دايما بخزوقك، فاهم ده؟ وغلطتك الكبيره هي انك مش فاهم الخطوره اللي ورانا واللي وراك، انت اللي خليت سين بانك في الساحه، وانت اللي كان ممكن تقضي عليه في الور جيمز، لكن بدل ما تعمل كده اتصالحت معاه وما سبتنيش اقضي عليه في القفص في ماديسون سكوير جاردن. ودلوقتي انا هعمل اللي دايما بعمله، وهو اني انضف وسختك تاني. راح رولينز مضى العقد، وبعد كده اشتغلت موسيقى سين بانك ودخل وطلع الحلبه وقال انا جيت هنا عشانكم وعشان اوقع العقد ده، وراح مسك العقد قبل ما يمضي وقعد يقلب فيه. فرومان اتضايق كده وراح قال لسين بانك انت بتدور على حاجه؟ انت بتعمل ايه؟ روح للصفحه رقم 4 بند رقم 5. فبانك فضل يقرا، فرومان رينز قال له احنا على التلفزيون يا حبيبي انجز، وبرضه بانك فضل يقلب. قام رومان رينز قال لبول هيمن روح اشرح له الموضوع عشان ننجز والمساله مش ناقصه. قام هيمن قال لسين بانك انا عارف انت بتدور على ايه، واللي بتدور عليه موجود، انت هتتصدر العرض في راس المنيا، هتحقق حلمك يا سين بانك، انت هتكون متصدر الحدث الرئيسي لراس المنيا. فالرولينز بان على وشه ان هو متضايق جدا، ورومان رينز بان عليه ان هو مبسوط قوي، وراح قال بسخريه كده ودلوقتي حلم واحد
هو خدمه لواحد تاني ده كمان تم. راح رولينز مزعق وقعد يقول لا، وقال ده مش هيحصل، وامسح دموعك دي، انت ما تستحقش ده. فالجمهور قعد يهتف لسين بانك انت تستحق ده. راح رولينز قال له انك متصدر الحدث الرئيسي لراسلمانيا ده اهم حاجه بالنسبه لي، اكتر من اي حد، واهم عندي من اي حاجه ما عدا الحقيقه اللي بتقول انك عمرك ما تصدرت الحدث الرئيسي لراسلمانيا. وقعد يقول له رومان رينز هو ما يستحقش ده، ودي غلطتك انت وغلطتك انت كمان، وراح رمى المايك. وبعد كده بانك اتكلم وشكر الجمهور كله حوالين العالم وقال لهم شكرا لكل اللي وقفوا معايا وهتفوا باسمي لمده 10 سنين طويله، شكرا جدا. راح رومان رينز مقاطعه وقال له لا 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 لا، الشخص الوحيد اللي لازم تشكره هنا هو انا الزعيم، لان انت في الحدث الرئيسي بسببي انا، فلو سمحت خد اللحظه دي وخلينا نقفل العرض ده على شكرك ليا وانك تعترف بيا، يلا اعمل كده دلوقتي. راح بانك قال له شكرا يا زعيم، يا حامل عقد الزعامه، يا راس الطاوله، يا بيج دوج. فرومان قلب وشه لانه مش عاوز يفتكر الاسم ده اصلا. راح بانك مكمل وقال له شكرا لانك سمحت الولد من شيكاغو انك تمن عليه، شكرا يا زعيمي عشان سمحت ليا اقف في الحلبه بتاعتك، شكرا جدا. شكرا يا رومان رينز لان بفضلك هشوفك في راسلمانيا في الحدث الرئيسي. راح بانك مضى العقد وبعد كده قال لرومان رينز شكرا، لكن مش دي الخدمه اللي انت مدين بيها ليا. وقام سين بانك ساب الحلبه ومشي والعرض خلص على كده. تعال نتكلم عن الفقره دي بشكل خاص الاول، وبعد كده نتكلم بشكل عام ونقول ازاي هيكون ليها علاقه بعداوه سينا وكودي رودز. خلينا نعترف ان رومان رينز المره دي في الفقره دي اسلوبه كان غريب جدا وما كانش مصطنع على قد ما كان ممكن نقول مبالغ فيه حبتين. يعني سعيد بزياده قوي، لما اتضايق بزياده قوي، وده لان سيناريو العداوه محتاج يعكس لك صوره الغرور الطاغي على شخصيه رومان رينز في الوقت ده. رومان رينز من اول لما دخل وهو بيحسسك انه صاحب الفضل لكل اللي بيحصل في العداوه دي، اللي هو انا منيت عليكم والمباراه بقت مين ايفنت بسببي انا، عشان انا فيها، وانا المين ايفنت 9 مرات والمره ال10 جايه وانتوا هتكونوا فيها عشان وجودي انا اساسي. فرومان رينز دخل في العداوه دي كده كده مرتاح، سواء مباراه على بطوله او لا، فهو في جميع الاحوال مستفيد لان اسمه بقى خلاص متصدر مين ايفنت راسلمانيا في جميع الاحوال. اما بالنسبه لسيس رولينز فهو داخل وكل همه انه يزحلق سين بانك. يعني اول لما دخل ركن خلافاته مع رومان رينز على جنب وافتكر ايام ذا شيلد وقعد يفكر رومان رينز بحيث انه يحاول يكسبه في صفه. قام رومان رينز مزود من الغرور حبه وقال له مفيش احنا دي، انا اللي عملت وانا اللي سويت وانتوا بقيتوا اللي انتوا عليه بسببي انا. ساعتها رولينز قال لك ما بديهاش بقى وراح قالب عليه وقال له عقليتك الغبيه دي هي اللي بتخليني في كل مره خزواك. وهنا رولينز مش بيحاول يبرر لرومان رينز وهو بيغدر بيه ليه، بالعكس، ولكن لو بصيت بعمق الموضوع هتلاقي ان رولينز محروق قوي من سين بانك ومن رومان رينز نفسه، لانه عاوز يخرج بانك من العداوه باي طريقه، او مش عايز اي حاجه تحصل تكون عن سين بانك، وكان عاوز ياخد رومان رينز لصفه. وبالرغم من ده فهو واخد باله من ان سين بانك بيستغل رومان رينز، ورومان رينز بسبب غروره وجنون العظمه اللي عنده مش شايف حاجه غير ان هو اللي ليه فضل عليهم وان هو السبب في انهم يكونوا في المين ايفنت السنه دي، مش اكتر من كده. والدليل على ان رولينز عاوز يزحلق سين بانك من العداوه، فقبل ما يوقعوا العقد ده اصلا وقبل الفقره دي طلع مع رومان رينز على الحلبه وقعد يقول الموضوع عني وعنك ومصرنا ان احنا نتقابل سوا انا وانت، وما جابش سيره سين بانك في الموضوع. فتحس ان رولينز برضه خبيث على فكره، اللي هو انت بينك وبين رومان رينز مصانع الحداد، وانت فشخت رومان في الرامبل ورومان جه فشخك في ماديسون سكوير جاردن، فالقصه مش قصه الموضوع عني وعنك. انت كمان مدرك ان رومان رينز هو اللي هيوصلك للحدث الرئيسي في راسلمانيا حتى لو مش هتلعب على بطوله. والدليل على كبرياء رومان والغطرسه اللي هو فيها هو انه عارف ان سيس رولينز عاوز ده، وعارف ان سين بانك عاوز ده، وانه اول حاجه عملها لما مسك العقد كان بيدور على شرط ان المباراه تكون في الحدث الرئيسي، وكان عاوز يسمع سين بانك وهو بيشكره وبيمتن ليه. هنرجع نتكلم عن كل الكلام ده بالتفصيل، ولكن من اكتر اللحظات المؤثره كانت لحظه لما بول هيمان اكد لسين بانك ان المباراه دي في الحدث الرئيسي لراسلمانيا بالفعل. دموع سين بانك ولحظه لما هيمان حضنه كانت لحظه حقيقيه، لان ده حلم سين بانك من زمان وبول هيمان كان معاه من البدايه. بانك هيتصدر الحدث الرئيسي لراسلمانيا لاول مره في حياته، وده كان الحلم اللي بقاله سنين مش عارف يحققه، وكل لما يوصل بخطوه يرجع 10 خطوات، ودلوقتي وصل بشكل رسمي ويستحق ده، مش بسبب اللي عمله من ساعه لما رجع، بل بسبب اللي عمله قبل ما يمشي اصلا، لانه كان يستحق ده من بدري قوي. ولكن ما زال بعد كل ده عندنا سؤال مهم، المين ايفنت على ايه؟ مقابل ايه؟ الكل فرح انه تصدر الحدث الرئيسي لانه يستاهل، لكن الحدث الرئيسي معروف عنه انه ما بيكونش مباراه على الناشف كده، وقلت لك قبل كده يا اما بيكون على بطوله او حاجه شبه سلسله الانتصارات. فمع احترامي الكامل لرومان رينز وسيس رولينز وان الاثنين مين ايفنت اكتر منه، ولولاهم سين بانك ما كانش هيروح المين ايفنت، لكن الاثنين حرفيا ملط من غير بطولات، وبانك برضه اسمه كبير مش قليل عشان يلعب الاثنين من غير حاجه. انتوا الاثنين مين ايفنت، لكن ما ينفعش العداوه دي تكون بلا هدف كده.
وهنا يجي دور العداوه القديمه ايام ذا شيلد، وان بانك غلبهم قبل كده 1-1 ومحدش فيهم قدر يغلبه من غير لما التاني يساعده. عشان كده في راس المنيا دي التحدي الكبير لسيم بانك مش انه يغلب سيس رولينز ورومان رينز، لانه عمل ده قبل كده، الكلام ده يتعمل عيل صغير. فهنا يجي دور سيم بانك عشان يخلي التحدي اكبر شويه. عشان كده سيم بانك قال لرومان رينز ان مش هي دي الخدمه اللي انا عاوزها. وهنا يجي دور الخدمه الحقيقيه، وهقول لك ليه دي مستحيل تكون الخدمه الحقيقيه. عشان تكون فاهم، بول هيمن مش هو اللي خلى المباراه دي مين ايفنت عشان سيم بانك، وعشان تكون فاهم اكتر، رومان رينز هو اللي خلاها مين ايفنت من نفسه، وان من كلامه اللي كان موجهه لسيم بانك كان بيقول له انا اللي خليتك مين ايفنت زي ما انت بتتمنى، وهي دي الخدمه اللي انت عاوزها، فانا عملتها لك اهو من غير ما تطلبها. فهنا رومان رينز برضه عاوز يضمن ان سيم بانك ما يطلبش حاجه اكبر من كده، فعمل ده عشان يبقى خلص من حوار الخدمه ده ويريح دماغه من القلق، لان الحوار ده واكل دماغ رومان رينز جدا فوق ما تتخيل. فالمباراه دي في المقام الاول ما بقتش مين ايفنت عشان خاطر سيم بانك، بل عشان خاطر رومان رينز نفسه. كده كان لازم تبقى مين ايفنت، اللي هو عيب قوي في حق رومان رينز اللي متصدر الحدث الرئيسي لراسلمانيا 9 مرات وكان معاه البطوله لاكتر من 1300 يوم، ويجي في راسلمانيا دي حتى لو مش معاه بطوله وما يكونش مين ايفنت. اسم رومان رينز لوحده بقى مين ايفنت، فرومان رينز ما عملش خدمه لبانك ولا حاجه، هو كده اصلا في عداوه معاه وفي عداوه مع رولينز، وبما ان اسم رومان رينز موجود في العداوه فالشركه اساسي خلت المباراه دي مين ايفنت، ورومان نفسه اشترط انها تكون مين ايفنت. فاللي هو يا رومان انت داخل العداوه اصلا بمزاجك، بانك ما تحايلش عليك، بالعكس بانك خرجك من رامبل ورولينز نكشك، فانت نكشته ونكشت بانك وحصل بينكم معجنه، وانتوا الثلاثه كنتوا موافقين على ان تحصل مباراه بينكم في راس المنيا. كل الحكايه ان الاثنين استغلوك وانت قابلت ده وسيس رولينز قابل ده، ولكن انت جيت تحسس سيم بانك انك عامل معاه واجب، راح مديك على عينك وقال لك انا ما طلبتش منك ده. فشرط ان المباراه دي تكون حدث رئيسي معمول عشان خاطر رومان رينز في المقام الاول، مش عشان حد تاني، سواء سيم بانك موجود او لا. كده رومان رينز كان هيبقى مين ايفنت. اما بالنسبه لبول هيمن فهو عشان زي ما قلت لك شغال مع الاثنين ومش عاوز يخسر حد فيهم، فهو فرح جدا ان رومان رينز حط الشرط ده من غير ما بانك يطلبه منه، بحيث انه يرضي رومان رينز ويخليه يحس انه طلع سيم بانك في الحدث الرئيسي بفضله، وفي نفس الوقت يكون قدم خدمه لسيم بانك من غير ما يطلبها منه، لانه عارف ان سيم بانك هيموت ويكون في المين ايفنت، فلما يعمل كده يبقى خلص من حوار الخدمه دي ويلحق نفسه، بحيث ان هو كمان ما يستناش ان سيم بانك يطلب حاجه اكتر من كده. ولكن لما نيجي عند سيم بانك ونسال نفسنا هل سيم بانك اتضحك عليه؟ هقول لك لا، سيم بانك مش غبي اطلاقا، بانك عارف ان كل ده هيحصل اصلا من قبل ما يحصل. بانك زي ما قلت لك من اول يوم رجع فيه الاتحاد وهو مدرك مدى اهميه وضع رومان رينز في الاتحاد، وانه بقى اكبر نجم في الشركه، ومدرك اهميه كودي رودز من بعد لما كسب البطوله. فلو سيم بانك عاوز يكون مين ايفنت 100% يبقى عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق انه يكون ليه مصلحه عند رومان رينز ويعمل له حاجه مقابل حاجه، يا اما يخش في الطريق الصعب او الطريق المعتاد لاي مصارع ويحاول يكسب الرويال رامبل او يحاول يكسب الاليمينيشن تشامبر ويستحق فرصه انه يروح يلاعب بطل الاتحاد في راس المنيا في الحدث الرئيسي. وسؤال بانك من ساعه لما رجع هو ازاي هعمل كده؟ وعدت الايام لحد لما رومان رينز مشي ورجع وبانك دخل في عداوه مع درو ماكنتاير وخلصها، وبعد كده قرر يمشي في الطريقين، ولكن في الاول حب يضمن الطريق الصعب عن طريق انه ساعد رومان رينز انه يرجع ياخد وضعه لما وقف في صفه في مباراه الور جيمز، مش حبا في رومان، لكن عشان لو رومان قام فهو الوحيد اللي هيوصله للحدث الرئيسي لو الطريق التقليدي فشل. ولان علاقه سيم بانك ورومان رينز مش قد كده، ففي الحاله دي سيم بانك اتعامل مع وسيط وهو بيساعد رومان رينز، واللي كان بول هيمن، شخص بيحب الاثنين وفي نفس الوقت في امس الحاجه لاي حد يساعد رومان رينز ويقومه من تاني، لان مفيش حد في الروستر عاوز يساعده ولا حد عاوز يقومه تاني، وكلهم اصلا ما صدقوا ان هو وقع. عشان كده سيم بانك استغل الفرصه دي وعمل صفقه مع بول هيمن واتفق معاه ان هو هيساعد رومان رينز ولكن مقابل خدمه هيطلبها منه بعدين. وحصل ورومان رينز قام وبقى الزعيم من تاني، ولكن بعد ما شاف اللي حصل بين بانك وبين بول هيمن بقى جواه قلق من سيم بانك لما عرف ان هيمن هيعمل له خدمه في مقابل اللي عمله ده، او لما عرف ان هو نفسه مدين لسيم بانك بحاجه مقابل مساعدته ليه في وور جيمز، وقعد يشغل دماغه وقال لك يا ترى الخدمه دي هتكون ايه، ويا ترى هيمن هيغدر بيا ويروح معاه ولا لا، وبدا يغير جدا من بانك لما لقى هيمن مهتم بيه وبيحبه. قام رومان رينز مشغل دماغه وعمل اللي عمله عشان يخلص من حوار الخدمه دي، ولكن بيتصدم لما بيعرف ان مش هو ده اللي بانك عاوزه. عشان كده بنلاقي سيم بانك بيشكر رومان رينز وبعد كده بيأكد عليه وبيقول له ان مش هي دي الخدمه اللي انا عاوزها برضه، اللي هو انا ما طلبتش منك حاجه، انا لسه لاقي عندك خدمه. ومن هنا نقدر نقول ان رومان رينز كان مجرد وسيله للغايه الكبيره اللي سيم بانك عاوزها، واللي اتحققت بكل سهوله عن طريق تسرع وغرور رومان رينز. والوسيله دي هي ان سيم بانك يحصل على مباراه يروح من خلالها للمين ايفنت اللي بجد، الحدث الرئيسي الحقيقي بتاع زمان،
اللي هو اخر حاجه في العرض ده، اللي الناس بتدفع فلوس عشان تشوفه، زي ما احنا متعودين قبل لما راس المنيا تكون على ليلتين. والحدث الرئيسي ده بيكون على بطوله. فسين بانك من الاخر عاوز البطوله في الحدث الرئيسي، مش عاوز حدث رئيسي وخلاص. بانك المره دي الحدث الرئيسي بالنسبه له كنز حرفيا، في كل احلامه وبيخلص منه كل حساباته القديمه. اولا الحدث الرئيسي فيه اعضاء ذا شيلد اللي هو كان سبب في دخولهم الروستر الرئيسي، واللي بقوا نجوم بعد لما مشي، ولما رجع لقاهم اعلى منه ومحققين حاجات اكتر من اللي هو عملها، وحاجات هو اصلا ما عملهاش، وحاليا هم السبب في انه يكون في المين ايفنت. فاولا كده ده تحدي لسين بانك انه يغلبهم، مع العلم ان هم الاثنين هيتفقوا عليه في المباراه اصلا، فالموضوع هيكون صعب عليه. تاني حاجه سين بانك هو اللي هيبقى مشايلهم جميله لو طلب ان المباراه دي تكون على المتنافس الاول لبطوله الاتحاد. خلينا متفقين ان سين بانك لسه ما طلبش المعروف، وانه كده كده هيطلبه، وكده كده المعروف ده لازم يكون حاجه كبيره، ومفيش حاجه اكبر من ان المباراه دي هدفها يكون ان الكسبان فيها ياخد فرصه المباراه على بطوله الاتحاد. فلولا الخدمه اللي هيطلبها سين بانك فالمباراه دي هتكون مين ايفنت بلا قيمه، ففعلا هو اللي هيخلي ليها قيمه. تالت حاجه بقى ودي الاهم، ان لو سين بانك كسب المباراه دي والمباراه دي كان فيها الشرط اللي احنا بنتكلم عنه فعلا، فسين بانك هيروح لليفل الوحش، الكابوس اللي بيطارده من زمان، وهو ان سينا وذا روك بيكونوا في الحدث الرئيسي وهو لا. فبعد 14 سنه وبعد لما غاب وبعد لما رجع وحارب عشان يوصل، بيلاقي ان لسه برضه سينا في المين ايفنت، وان الروك سبب في ضياع حلمه ومفيش حاجه اتغيرت. فالناس اللي بتقولك ان قصه سين بانك لسه فيها كلام يتقال ولسه عاوزه حاجات تتعمل وعاوزينها تتحلب اكتر من كده، وعاوزين يدخل في الصراع مع السلطه ويمنعوه ويذلوا انفاس اللي خلفوه لحد لما يوصل لحلمه، عايز بس اسالكوا سؤال، هو انتوا ما زهقتوش من تكرار القصه دي؟ يعني ستون كولد وسينا 2010 وبراين 2014 وكوفي 2019 وكودي 2024، ما زهقتوش بجد؟ ده حتى المره دي القصه مختلفه، اللي هو المره دي محدش هيلوي دراعه، لا ده هو اللي هيخلي المباراه دي قيمه لما يضيف الشرط بتاعه فيها، يعني هو اللي هيكون لاوي دراع الاثنين عشان يوصلوه للمين ايفنت بالعافيه بدل ما هم اللي عمالين يذلوه. وكده كده بانك حطهم قدام الامر الواقع ومضى على العقد، فلو حبوا يرفضوا الشرط بتاعه ويزحلقوه يلعبوا هم الاثنين ويقولوا له روح انت العب مع نفسك، فهو كده كده مضى العقد اللي هو انا فيها لا اخفيها، وانا ليا خدمه عندكم عاوزها دلوقتي، واجباري رومان رينز لازم ينفذ الخدمه دي، لان سين بانك مش قايله جميله قبل كده، وهو اللي ساعده يقف على رجله اول لما رجع، وقف جنبه في الور جيمز وقت لما ما كانش حد اصلا عاوز يقف جنبه. وعاوز الفت نظرك اصلا ان سين بانك طول عمره كان في معاناه، وان ده السبب الرئيسي اللي خلاه يمشي من الاتحاد قبل كده، لانه كان طول عمره بيتعب وما بيوصلش. فسين بانك مش هيكون لايق عليه ابدا انه يكون المستضعف في القصه دي، مستحيل. كان زمان ممكن نقول ماشي، انما دلوقتي لا، دلوقتي سين بانك بيستخدم حاجه اجمد بكتير، بيشغل دماغه، بيتخابس لحد لما ياخد اللي هو عاوزه، وده بالنسبه لي صراحه احسن بكتير من انه يكون مذلول. انتوا بتحبوا المصارعين المذلولين، استنوا بقى السنه الجايه. انما سين بانك لايق عليه جدا انه يكون بيستغل نقط الضعف ويعرف يوقع بين المنافسين بتوعه بهدف انه يوصل للحاجه اللي هو عاوزها. غير كده القصه المره دي شامله كذا قصه من ايام 2011 لحد النهارده، فمن وجهه نظري انا شايف ان الطريقه دي انسب طريقه لسين بانك عشان يوصل للمين ايفنت اللي بجد، لان خلاص مفيش وقت ومفيش فرص تانية، وحرفيا هو عامل كل حاجه، مجهز كل حاجه من بدري، ضامن لنفسه خدمه عند رومان رينز، وعرف يوقع نفسه في عداوه مع رولينز، وعرف يوقع بين رومان رينز وسيس رولينز ويخلي الاثنين يشبطوا في بعض، وبعد كده يقوم راشي نفسه في العداوه عشان يكون على اول الخط ويتحط في مباراه فيها رومان رينز فاساسي هتكون من ايفنت حتى لو مش بتتلعب على حاجه مهمه، وحصل على كل ده من غير ما يطلبه، ويتبقى عنده حاجه واحده بس، وهي انه يطلب الخدمه اللي ليه عند بول هيمن ورومان رينز. ولكن السؤال هنا، هل لو المباراه دي كان فيها الشرط ده ولو سين بانك كسب فهو هيروح يلعب جي اوسو وجونتر على بطوله العالم، ولا هيروح يلعب سينا وكودي رودز على بطوله الاتحاد؟ وهنا هنروح للطريقه الثانيه اللي الاتحاد بيجذب بيها انتباه المشاهد عشان يتحمس لعداوه جون سينا وكودي رودز. بالعقل كده، بعد الهيصه اللي عملها سين بانك لما خسر في الاليمينيشن شامبر، واللي عملها بعد لما سينا قلب هيل، وبعد تحديه لكودي رودز قبل الرويال رامبل، وكون انه حاليا عمال يطلع مع كودي رودز في العروض المحليه ويشارك معاه في الماتشات اللي بتتعمل بعد لما العروض تخلص، فتفتكر القصه دي هتمشي في انهي اتجاه؟ او بصيغه ثانيه، تفتكر سين بانك هيروح لانهي مباراه؟ او بشكل اوضح، انهي فيهم المين ايفنت الحقيقي؟ او هنخلينا ماشيين على النهج اللي كنا ماشيين عليه طول الفيديو، وهو ان سين بانك ماشي على خطى رومان رينز، وسين بانك ليه مصلحه عند رومان رينز، فرومان رينز من مصلحته يوصل لانهي لقب فيهم؟ فكر كده كام ثانيه وقول لي استنتجت ايه، واكتب لي في الكومنتات. وقف الفيديو لحد لما تكتب وبعدين كمل وانا هرد عليك. السؤال الحقيقي والاهم من كل ده هو ازاي الشرط ده هيتحقق؟ هل صلاحيات بول هيمن تسمح له انه يطلب حاجه زي دي من الاداره او من الروك؟ هي تسمح له، ولكن في حاله واحده، لو بول هيمن ليه حق فعلا انه يطلب حاجه زي دي، وفي وضع سين بانك فسين بانك ملوش حق انه يطلب حاجه زي دي، ولكن
رومان رينز من حقه ان هو يطلب ده. الكل مسقط ان رومان رينز لسه ليه مباراه اعاده على بطوله الاتحاد اللي خسرها قصاد كودي رودز، ولسه لحد دلوقتي ما لعبهاش ولا طلبها. فعاوزك كده تركز في الكلمتين اللي هقولهم دول عشان هنقفل عليهم الفيديو. ماذا لو سيم بانك طلب ان المباراه دي تكون في الحدث الرئيسي لراس المنيا في الليله الاولى، بالاضافه لده ان المباراه دي تكون على الدفعه اللي من حق رومان رينز في انه ياخد مباراه اعاده على بطوله الاتحاد اللي مع كودي رودز واللي لسه ما خدهاش لحد النهارده، بحيث ان الكسبان في المباراه دي ياخد مباراه الاعاده بتاعت رومان رينز ويكون من حقه انه يلاعب كودي رودز على بطوله الاتحاد. وساعتها سيم بانك لو كسب المباراه دي، فبما انه هيكون خد الدفعه بتاعت رومان رينز، فهيطلب انه يحط نفسه في المباراه بتاعت جون سينا وكودي رودز على بطوله الاتحاد في الحدث الرئيسي لليله الثانيه بشكل اجباري، ومحدش هيقدر يقول له حاجه. دي وجهه نظري وانا بصراحه مصدقها، وكل اللي قلته الفتره اللي فاتت عن العداوه الثلاثيه دي لحد النهارده ماشي زي ما انا قلت بالظبط، ولسه في حاجات تانية من اللي قلتها هتحصل. فادينا مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل في الكام اسبوع اللي باقيين قبل راس المنيا، ونتمنى ان الكلام ده يكون صح، وساعتها فعلا بضمن لك ان راس المنيا السنه دي هتكون من احسن النسخ اللي جت في التاريخ. فلو عجبك الكلام اللي قلته اعمل لايك الفيديو ده، وسواء متفق مع رايي او مختلف معاه هستناك تكتب لي في الكومنتات، وعاوزك تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى والكل عشان يجي لك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا.